السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذقوبنا. نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله. خياتي تفضلوا معايا للكوزينة. اليوم رايحين نحضروا هذا البوراك المقرمش واللي يجي بنين ما شاء الله. اليوم في الكوزينة راح نقترح عليكم هذا الحشو جديد، يعني يكون أغلبيته بالخضر ويجي بنين ما شاء الله. وراح نقترح لكم أيضا اون غارنيتور للبوراك نتاعنا. موالفين نقدموه سامبل، هذا المرة عملت لكم اون ديكوراسيون للبوراك. رايحين نشوفوا المقادير. نحتاجوا اسكالوب دو دند نقطعوها اون بوتي، نحتاجوا نصف بصله نقطعوها ايضا، حبه زروديه، نحتاجوا قزبر ومعدنوس واغلبيته معدنوس، نحتاجوا ايضا الكروم البنات نقطعوه ايضا الى قطع صغيره، فرomاج كاري وفرomاج شيف والديو. نحطوا 2 مغارف كبار نتاع الزيت، نحطوا لي كوب نتاع الدند، نضيفوا لهم سنينه تاع الثوم ونقلوهم مليح. بعد ما نقلوهم نزيدوا البصل ونزيدوا زروديه، نزيدوا ايضا الكروم. كامل هذه المقادير مليح في المقله البنات على نار متوسطه، ودائما نحركوا في هذيك المقادير باش ما تنحرقلناش. كل ما قلينا مليح هذوك لي زانغريديون كل ما جاونا بنان، كي يتحمروا يجوا بنان، يجوا ما شاء الله. ما تخلوهمش يحرقوا لكم برك. رايحين ناسيزونو. اول حاجه رايحين نديروا الملح على حسب المذاق. لاسيزونمون نديروا فلفل كحل، ونديروا ايضا القزبر يابس. قزبر يابس عنده مذاق رائع والريحه تاعو ولا اروع. خلوا المقادير نتاعنا تتقلى مليح في المقله البنات، ونضيفوا قطعه جبن شاف فرomاج بلون، نكرازوها مليح بالفرشيطه البنات. فوالا هذه بعد ما قلينا مليح هذوك لي زانغريديون باش يجونا بنان البنات. ما تخلوهمش نحرقوا لكم يعطيكم مذاق مر. هذاك لاغييغو مر يخسر لكم لا تيكستور نتاع هذه لا فاس. بعد ما كرازينا الفرماج وقليناه شويه مع المقادير، نضيفوا شويه ماء سخون باش تتكون اون صوص، ويزيدوا يطيبوا مليح هذيك الخضره مع لي كوب نتاع الدم. نخلوها حتى ينشف كامل هذاك الماء، تنشف هذيك لا صوص، يتبخر الماء منها. وبعد ما يتبخر الماء وتعقد هذيك لا صوص تاع صوص فرomاج، رايحين نضيفوا القزبر والمعدنوس. كما قلت لكم المعدنوس راهي لا كونتيتي تاعو كثر من القزبر شويه والمعدنوس كثر. نضيفوها للخليط نتاعنا كما راكم تشوفوا في لا فيديو، نضيفوهم كمقدار اخر، ونطفوا على المقله نتاعنا، ونفرغوا الحشو نتاعنا في ان بول ونخلوه يبرد. نجيبوا لي فوي دو بريك تاعنا، استعملت لا فوي كومبليت، ولا تقدروا تقسموها على 2، تقدروا ديروا بريوات كما تقدروا ديروا دي سيجار. كما راكم تشوفوا في لاسيات حطيت لا فوي دو بريك، شويه تاع الحشو وقطعه الجبن، ولفوها كما راكم تشوفوا في لا فيديو. لهنا خياتي تقدروا تستعملوا لو بلون دو بياض البيض وتلصقوا لا فوي دو بريك، سينو غير هكا وتلصق، غير تحطوها في المقله تتكولا. لهنا نعاودوا نحطوا اون فوي دو بريك، نحطوا القليل من الحشو ونحطوا قطعه الجبن ونلفوها كما راكم تشوفوا في لا فيديو. نفس الطريقه راح نكمل الديول اللي عندي. فوالا خياتي تقدروا ديروهم بريوات قلت لكم، ولا تقدروا ديروهم ثاني صغار، تقسموا الحبه على 2 ولا ديروها كامله. هنا بنفس الطريقه نسرع على فيديو. فوالا يعني كوصفه مقترحه في هذه الايام تجربوها، ولا نسيدنا رمضان ان شاء الله الى طالت العمر. تقدروا تحضروا هذه الوصفه لافراد العائله ولا ايضا للضياف، اكيد راح تعجبهم. هنا راهي بقات لي وحده راني نكمل فيها. هنا استعملت نص الورقه نتاع الديول كما راكم تشوفوا بنفس الطريقه. راح نلفوها، يعني طريقه سهله للغايه. هذه لا فارس عملت لي 4 كبار ووحده صغيره. نتوما على حسب افراد العائله ضاعفوا المقادير. تقدروا تعوضوا لي كوب تاع الدند بلي كوب تاع الدجاج. تقدروا طيبوهم في الفوغ، ديروا لهم لا مارغارين وتحطوهم يطيبوا، سينو نقلوهم. نكونوا سخنا الزيت مليح، نقصوا لها النار ونحطوهم ينقلاو كذا. نطيبوهم مليح البنات يجونا مقرمشين ويجوا ما شاء الله. هنا نطيبوهم في كامل الجوايه، نستعملوا لي فورشات ونطيبوا نقلبوا ديول تاعنا ونطيبوهم في كامل الجوانب حتى يتحمرونا مليح ويجونا مقرمشين يجوا ما شاء الله. صدقوني خياتي هذا الحشو اللي عملت لكم اليوم، يعني الفكره هذه جديده، يجي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوه، اكيد راح يعجبكم ان شاء الله. بعد ما يطيبونا البنات نحطوهم في بابي ابسوربون باش يمتصلهم كامل هذيك الزيت. كنت مقدمه ولا موجده مع هذه الوصفه حريره هايله ما شاء الله. دروك نروحوا نشوفوا طريقه التقديم ولا غارنيتور. تفضلوا معايا. لي كاري تاع الفرماج رايحين نزينوا بهم الديول تاعنا، نصنعوا ان نو بابيون. لو نو بابيون كما راكم تشوفوا، تقطعوا الكاري تاع الفرماج على 2 وتبانسوا كل نص، تبانسوه في الوسط وتحطوا قطعه زيتون كحل. حطينا لو نو بابيون على البوراكه، نضيفوا قطعه زيتون كحل ونزيدوا وريقات نتاع المعدنوس في لي كوتي، راح يعطوا له شكل جميل. بنفس الطريقه راح نكملهم كامل. نبانسوا هذاك النص نتاع الفرماج، نحطوا قطعه زيتون والورق تاع المعدنوس. كنت قدمت هذه الوصفه مع حريره خرجت ما شاء الله. قطعه الليمون ثان يعطي له مذاق شباب.
وعندنا ايضا سلطه، ديروا معاهم اون سالاد، تقدروا تقدموهم للضياف ولا تقدموهم ايضا لافراد العائله، اكيد رايحين يعجبوهم ان شاء الله. نقدموا هذا الوصفه نتاعنا مع حريره ومع سلطه، تكون كافيه ما شاء الله. والليمون راح يعطي لهم مذاق هايل البنات، عصره الليمون مع الديول ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم، الديول بطريقه مختلفه بحشو مختلف وبتزيين جميل. نتمنى تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى ان شاء الله. الى ذلكم الحين تهلاو في رواحكم بزاف خياتي، في امان الله وحفظه، مع السلامه. لكم جزيل الشكر على الالتحاق بالقناه، على الوفاء لها وعلى مشاهده الفيديوهات. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.